البداية كل واحد فينا بالتقريب عنده قصة. كل واحد فينا مولود وعنده تخيلاته عن الحياة، وكل واحد فينا مولود أو وهو بيكبر بيفكر إن خاصة فينا احنا عند الشعوب العربية، إن كلنا عندنا دايما عقدة الخواجة، وعقدة الخواجة بتفضل تكبر لحد ما انت بتكبر بتتعلم وتشوف خبرات وتجارب وبتقابل ناس وهكذا، وبتتعلم وبتسمع وتشوف الميديا وتشوف التلفزيونات والسوشيال ميديا خاصة دلوقتي بتعظم كتير في عقدة الخواجة عكس الأول. كل واحد فينا دايما بيحلم إنه يسافر أوروبا وكندا، أمريكا، أستراليا، إنجلترا، أو بريطانيا بطريقة ما، لكن في حاجات كتير بتدور هناك احنا ما نعرفش عنها حاجة غير لما بتخوضها بنفسك وبتبدأ تتعلم او تبدأ تكون الناصح عن التجربة بتاعتك. معانا محمد النهاردة. محمد عاش 5 سنين او 6 سنين في كندا. محمد مصري. من البداية كان عايش في مصر طبعا، بعد كده جه اشتغل في دبي، قعد فترة، اتجوز، وبعدين قرر يسافر كندا. محمد النهاردة معانا يحكي لنا القصة بتاعته ونشوف هيقدر يفيدنا بايه، واحنا برضو عشان التجارب اكيد اما بتبقى جايه من ارض الواقع عكس ما ان حد بس بيقولها وخلاص. محمد عامل ايه؟ تمام؟ ايه الاخبار؟ نور الدنيا. الحمد لله. نبدا معاك بس عرفنا شويه عن نفسك كده، قول لنا الدنيا فيها ايه يعني، تفاصيلك. اللي بيتفرج يعني على انا ده اكيد ما يعرفش حاجه عنك، فبلغهم اكيد بس شويه. اكيد. عامة انا من مصر، من اسكندرية، خريج سياحة وفنادق اسكندرية. اشتغلت في مصر شوية، اشتغلت في قطر قبل دبي سنتين. قعدت في قطر سنتين وبعد كده جيت على الامارات، على دبي على طول. جيت تقريبا 2017. 2017 قبلها بسنه. بس مشيت من دبي، مش من الامارات، تقريبا 2022. يعني حضرت كورونا هنا. حضرت الكورونا هنا. قعدت تقريبا 3-4 سنين في كندا. بعد كده 4 سنين. 4 سنين بعد كده جيت هنا. يعني انا كدبت. هو 4 سنين. حلو. 5 بس 6 سنين. حلو. فكل شغلي كان في السياحة، في الفنادق، فمفيش حاجة جربتها تانية. الأول كنت قبل ما أسافر كنت بلعب كورة هنا وكده، ووصلت لمرحلة كويسة في الكورة، بس جات لي إصابة، ومن الإصابة ديت كملت في السياحة تاني، فاهم؟ حاولت برضه أرجع وأنا في كندا، بس في كندا المشكلة إن الكورة ديت آخر حاجة بيفكروا فيها. عندهم أول رياضة الهوكي والباسكت بول والحاجات دي. حلو. جيت دبي اول قطر زي ما انت قلت، بعدين جيت دبي. عشت 3 كم قلت لي 2017، يعني 3، قعدت 5 سنين هنا في دبي. 5 سنين. وبعد حضرت الكورونا، وبعدين اتجوزت، وبعدين قررت تسافر. اتجوزت في 2020. 2020. حلو. في الكورونا. ايه يعني، هل انت كنت مبسوط في دبي او كان في حاجات قابلتك، او ايه العيوب اللي انت قابلتها، او ايه اللي خلاك تاخد القرار انك تسافر او تسيب دبي من البدايه؟ لا، كنت مرتاح طبعا في دبي قبل ما اسافر. اتجوزت 2020 وقبل اصلا ما اتجوز كنت مرتاح وكنت مستقر وكنت شغال كويس، كنت بقبض كويس، كان في استقرار حلو. جامد. بس فكرة ان انت تسافر كندا ديت كانت حلم بالنسبة لي في الاول، اللي هو انت مسافر كندا، بلد الاحلام، البلد اللي هي السوشيال ميديا بتكبر في المواضيع، اللي هو اللي انت مسافر كندا دي، كندا دي ده انت هتبقى مليونير، ده انت هتتعلم حاجات جديدة بتاع، يبقى عندك خلفية عن اوروبا وامريكا، وتبقى قريب من امريكا وبتاع، يعني ايه دريم. سافرت كندا. سافرت كندا
البدايه انت طلعت سافرت ازاي؟ عملت ايه الاوراق اللي انت عملتها، او سافرت كان ايه وضعك لما سافرت كندا؟ يعني بتسافر تبقى سياحه، عمل، كان ايه وضعك؟ لا طبعا انا مراتي اوكرانيه، مهم. فكان في برنامج تبع الاوكران، برنامج اسمه كواد بروجرام. ده كان مخصص للاوكران بس. كندا هي اللي منزلاه ايام الحرب، بدايه الحرب. اول الحرب من 2021. فقدمنا على البرنامج دوت والفيزا جات لنا تقريبا في اسبوعين. ايوه. الفيزا كانت ب4 سنين او 5 سنين مش فاكر. 5 سنين. ولما بتروح هناك بتاخد الورك بيرمنت عشان تقدر انك تشتغل. هي ريفيوجي فيزا بيقولوا عليها. آه حلو. سافرت كندا، قعدت. الاول كنت رايح لقيت سكن، دورت على سكن، او انت طالع معاك فلوس طبعا، طالع اشتغلت بقالك فتره في دبي، رحت كندا قعدت شويه هناك، او البدايه انت قعدت ازاي، فين، ظبطت حالك ازاي؟ بص هو عامة يعني اكيد انت رايح ما تعرفش حاجه هناك، صح؟ هو عامة قبل ما يعني اول ما خدنا الفيزا واول ما قدمنا على الفيزا بدأنا ان احنا نحوش مبلغ محترم يقضينا بيه فترة هناك واحنا لما نسافر. تحوش في اسبوعين؟ انت قلت لي هي طلعت لك في اسبوعين. لا ما احنا ما الفيزا ما طلعتش، انت سافرنا على طول. قعدنا فترة كبيرة يعني كام انت شهر. طلعت الفيزا وبعد كده استنيت. قعدت استنينا شوية وتمشي استنينا شهور. استنينا شهور عقبال ما نعمل قرش كويس، عقبال ما حوشنا بتاع مش عارف ايه. حوشنا وجايين مسافرين. طبعا حكاية ان انت تروح على فين ولا تروح على مين دي طبعا بقى كان قبل ما نسافر بشوية كنا قاعدين على اليوتيوب ونقرا ونسمع ونشوف ده بيتكلم ازاي، وانهي مقاطعة تروحها، وانهي ارخص حاجة، وانهي مناسبة بالنسبة لنا في مجال السياحة. عشان برضو مراتي كانت شغالة في نفس المجال السياحة. فهنشتغل فين؟ طب ايه البلد اللي هي المناسبة لينا؟ ايه البلد اللي فيها سياحة؟ ايه البلد اللي جوها حلو نوعا ما؟ بس فجات لنا الفكرة ورست على ألبرتا، مقاطعة ألبرتا. مقاطعة ألبرتا دي كان فيها برضو عايش أخو مراتي. في حد هناك يعني؟ فقبل ما نروح هناك سألناه برضو وبتاع، وهو كان لسه جاي برضو بقاله كام شهر قبلينا. سألناه وبتاع وقال لك الدنيا جميلة وتعالوا، كان الجو حلو، الحاجة كانت رخيصة شوية عن أي مقاطعة تانية، والتاكسيز كانت رخيصة وكل حاجة كانت رخيصة. بس هو ظبط لنا السكن مع ناس واحنا رحنا على السكن ده على طول. يعني احنا رحنا ما دورناش على سكن، ما دورناش نقعد فين، احنا رحنا لقينا كل حاجه متجهزه عشان كان في واحد مجهز. هل انت كنت متخيل انك لما تروح كندا على طول هتلاقي، يعني ايه الصوره اللي انت كنت راسمها في دماغك كندا دلوقتي بقت في كندا، قبل ما تبقى في رجلك في كندا كانت ايه الصوره اللي انت محضرها لنفسك او راسمها في دماغك عن كندا؟ يعني ولما رحت هناك لقيت اللي انت كنت راسمه موجود ولا مش موجود؟ لا انا ما لقيتش اللي انا كنت راسمه موجود خالص. ما لقيتش اللي انا كنت راسمه موجود خالص، لان انا كنت راسم اللي هو هروح كندا اكيد هنتبهدل شويه في الاول، جو واستقرار وعيشه وناس تانية وحياه تانية خالص، ويعني الحياه غير خالص. يعني غير. ايه اللي انت شفته ما حسيت ان هو في حاجه غلط؟ الناس في كندا، العيشه في كندا، اللايف ستايل عامه بتاع كندا ده كان حاجه بالنسبه لي جديده. ايه الصعوبات؟ زي ايه؟ الناس زي مثلا يعني انت بتقول ان انت كنت عايش في دبي قبلها زي مثلا 5 سنين. زي مثلا دبي فيها من كل العالم، جميل ما اعتقدش ان في حاجه جديده تشوفها كم الناس يعني. جميل. بس هنا في دبي وفي الامارات عامه تقدر ان انت تبقى سيف، يعني ما تمشيش في الشارع مره واحده ممكن حد يقتلك او ممكن حد يعني عامل الامان. حلو. ده هناك ما فيش امان.
مفيش امان. مفيش امان خالص. انت من بعد الساعه 7 8 مفيش حد ماشي في الشارع. امتى اكتشفت ده؟ ده اول ما رحت. اول يوم؟ لا مش اول يوم طبعا، اول يوم اول اسبوع اول شهر ما كنا مش فاهمين اي حاجه. ايه اللي اكتشفته او ايه اللي حصل قدامك خلاك تشوف ان هو مواقف. موبايل ظهرت في دماغك؟ مواقف حصلت، مواقف واحنا بنمشي واحنا ماشيين في الشارع مثلا لقينا هوملس قاعدين في الشارع نايمين في الشارع. بعدها شويه يعني مهاجرين ولا لا كنديين؟ الهوملس دولت كنديين بس عايشين بقى لهم فتره في البلد وما لهمش بيوت، قاعدين في شقق. كنديين. اه والمهاجرين عندهم بيوت. والمهاجرين بقى مهاجرين شغالين وبيوت كل حاجه، بس بقى لهم فتره كبيره برضو في البلد. بس كنا بنشوف بقى هوملس، كنا بنشوف دراجز في الشارع عادي، مخدرات، ناس تبقى واقفة عادي في الشارع عمالين يشربوا، الدنيا جميلة. ناس عريانين في الشارع ماشيين، واحد عمال مثلا نايم مع واحدة في الشارع عادي. عادي جدا. اللايف ستايل مش محسسهاش بنفس العيشة بتاعت دبي، حياة غير. طبعا احنا كمسلمين وعرب والكلام دوت مش هتيجي معانا سكة الحياة هناك. قعدت هناك شهر 2 3 سنة. انت حسيت ان ده القرار ده هيبدأ يأثر على البيت من جوه مش من بره؟ لان اكيد كلنا انت ممكن تحمي نفسك بنفسك، بمعنى معاك شغل تعرف تحمي نفسك، عندك مبادئك وعندك قوانينك الشخصية في بيتك، انت المتحكم في الحتة بتاعت البيت. فانت تقدر ترسم الحدود اللي انت عاوزها في البيت من جوه نفسه، مع مراتك ومع بنتك لما ربنا كرمك بيها. بس اللي بره اللي هو اوت اوف كنترول، يعني اللي هو بره سيطرتك انت. امتى بدأت تحس ان او اللي قعدت تفكر امتى لحد امتى هتفضل تتعايش مع الموضوع او مع الصعوبات دي؟ الاول انت لقيت شغل في البدايه ولا لا؟ انا لقيت شغل على طول. بعد قد ايه؟ شهر. لقيت شغل على طول نفس البوزيشن بتاعي في مجال السياحه. كويسه، المرتبات كويسه. تتعايش تحوش؟ لا ما تحوش، بس تعيش اليوم، بس تعيش اليوم بيومه او الشهر بشهر. لا ما فيش تحويش. ما تحويش لازم تشتغل شغلانه تانية وثالثه لو عايز تحوش. كنت بتشتغل هناك؟ كنت سوبرفايزر في فرونت اوفيس ريسبشن. قلت لي لقيت شهر، لقيت بعدها بشهر. يعني انا وصلت شهر 10 شهر 11 كنت شغال. بس الطبيعي ان انت زي ما بتقول انت اشتغلت فما كانش مكفي، فالمدام ممكن لما تشتغل الموضوع يبقى شويه حلو احلى. بس المدام لقيت شغل بعديها مثلا 6 شهور او 7 شهور. 6 شهور. حلو. امتى بدأت بقى تحس ان الموضوع لا ده بدأت تأثر على البيت من جوه؟ بعد الخلفه. قعدت قد ايه هناك وبعد كده في الآخر؟ احنا قعدنا حوالي سنة و3 شهور قبل الخلفة. يعني خلال السنة و3 شهور انت كنت تمام، كنت كويس تقدر تمشي امورك والدنيا تمام؟ يعني هي شغالة، نزل الشغل وانا كنت شغال والدنيا كانت جميلة واحنا الاتنين بس مفيش حد تالت. ولو كنا صبرنا شوية، بس هو في الآخر هو يعني حاجة بتاعت ربنا. لو كنا صبرنا شوية ممكن سنة سنتين تاني. صبرنا على ايه بالظبط؟ بدون خلفة. يعني قرار الخلفة بس. كلها نصيب. هي نصيب. امتى حسيت بانك لازم تفكر، لازم يكون في اكشن سريع دلوقتي؟ يعني امتى حسيت ان لازم افكر في حاجه، لازم اعمل حاجه عشان اقدر احافظ على اللي باقي او اللي جاي؟ يعني اللي باقي اللي هو البنت، البيت، الحياه او الاستقرار. بعد ما إلي جه. اول ما إلي جه. ايه الصعوبات اللي قابلتك؟ والله لا، في الاول
الحياة قبل الخلفة دي حياة تانية، بعد الخلفة دي حياة تانية خالص. يعني الخلفة عامة انك تبقى اب ده حاجة انت بقيت مسؤول عن كل حاجة، انت بقيت مسؤول ومسؤولياتك زادت، فدي لوحدها دي وتفكيرك زاد ولازم دخلك يزيد، فلازم في حاجات كتيرة لازم تغيرها، او لازم هي اوريدي هتتغير لوحديها بعد الخلفة. فكرت تعمل اي حاجه اضافيه ولا الموضوع كان صعب؟ لا اكيد. كان ايه اكتر يعني هل انت عندك حد معين ما تقدرش تتجاوزه والا القانون هيعاقب عليه، ولا كانت الدنيا تمام؟ لا عادي. انا بعد الخلفة شوية اشتغلت اوبر، اشتغلت داش دور شوية لحد لما وصلت في أكاديمية. الأكاديمية دي بتاعت واحد زميلي من المغرب، هو عايش برضو في كندا. فالأكاديمية دي قلت له أنا تمام، كنت في الكورة وكنت بلعب في المكان الفلاني وهو كان برضو بيلعب في قطر، فدخلت معاه في الأكاديمية. فدي كانت مزودة الدنيا شوية معايا في الدخل. هل ده كان على المدى البعيد كان كويس ولا بس كان الوقت مؤقت؟ طب خلال فترة عدم الاستقرار اللي هو الشغل مش قادر تحوش، بقى عندك بنت في مدام وبيت كامل مسؤول منك، الشغل مش بيكفي، بدك تحط اضافي او تشتغل في حاجه اضافيه. هو مش قصه الشغل بس برضه، فهل كانت الحياه عامه في كندا ما كناش حابين الحياه بالظبط. هل كان في قرار محتاج تاخده في وقتها ولا لا. كنت متخيل ان السؤال صراحه، هل كنت متخيل ان ده بدأ يزج الحياه او يأثر على الحياه في البيت نفسه؟ هو اوريدي كان مؤثر على الحياه في البيت، وكان هيأثر اكتر واكتر لو كنا فضلنا في كندا. ازاي؟ يعني الحياه ما كناش حابينها، ولا انا ولا هي. ما كنتش شايف ان الحياه ديت او العيشه في كندا دي هتكون حاجه كويسه لبنتي، او هتكون حاجه كويسه. زي ايه اللي انت شفته قلت لا ده ما اشوفش بنتي كده؟ الناس اللي بشوفها قدامي، العيال، الاطفال، ايه مالهم الاطفال؟ ما فيش اهتمام بيهم. ازاي؟ ايوه يا عم، ما فيش اهتمام. انت ما انا بقول انت في كندا اهو. ما انت زي ما انت قلت لي كده، بس انت بقى ايه، مش هتشوف، يعني مش هتحس باللي انا بقوله لك الا لما تشوف بقى هناك، لما تكون قاعد هناك. فاهم؟ بقول لك انت عشان تقول لي عشان تشرح لي، اقصد ان انت ايه يعني مالهم يعني؟ اولا انت 18 سنه، بنت او ولد، انت مالكش حكم عليها. حلو، ده معروف على المستوى الغربي كله، بس ده مش عندنا هنا في الميدل ايست. كويس. بعد 18 سنه انت مالكش حكم عليها خالص. دي حاجه او عليه عامه يعني. عليه او عليها، بس هنتكلم على الكيس بتاعتك. يعني بنت بالظبط. زائد ان مثلا في الحضانات، يعني الطبيعي الناس بتربي، بتخلي بالها. لو هنا مثلا في دبي بيبقى في حضانات كويسه، الناس بتربي، بيعلموها قرآن، بيعلموها ايه يعني اسلام، بيعلموها الكلام دوت. اكتشفت ان في الحضانات هناك ولا بيعلموا اسلام، ولا بيعلموا مسيحيه، ولا بيعلموا اي حاجه خالص. بيعلموا مش حاجه ليها علاقه بالديانه خالص. بيعلموها ازاي تاكل برجر. تاكل ايه؟ برجر. اوكي. سندوتشات يعني. مفيش اهتمام خالص يعني. حتى الاكل شيبسي، شوكولاتات، لسه اصلا صغيرين.
مفيش اهتمام بالاطفال من هم صغيرين. ده اللي انا شفته. تمام. كان في ناس جيراننا بيجوا داخلين نازلين طالعين، مفيش اهتمام، فاهم؟ ايه الحياه الاجتماعيه هناك عامله ازاي؟ بالنسبه لايه الحياه الاجتماعيه؟ يعني كوميونيتي، يعني كتجمعات، كل واحد في مع حاله. الناس، مفيش حد يعني القعده اللي انا قاعدها انا وانت ديت ما فيهاش، مش موجوده هناك. يعني ما تعرفش حد هناك مثلا؟ تعرف في حدود الشغل، بعد الشغل. خلصت الشغل انت بتروح البيت مالكش. صحاب. لا جيران. مفيش الكلام ده، مفيش. انت في الجيران، انا كنت ساكن في الدور 26، كان في الدور دوت 10 او 12 بيت ابارتمنت، ولا عمري شفت حد فيه خالص. خالص، ولا حتى تعرف مين جنبك؟ ولا اعرف مين جنبي، ولا اعرف هو يعرف مين، ولا انا اعرف مين، ولا اي حاجه. كل واحد في حاله، وكل واحد مع نفسه، ما حدش يعني. القعده العرب والصحاب والشيشه ومش عارفه ايه وشاي والهزار والقعده في الشمس، الكلام ده مش موجود هنا. خلينا نقول يعني انت في كذا قرار خدتهم هم اللي غيروا لك الموضوع ده كله. واحد، انك قررت تسيب دبي، ده واحد. اثنين، قررت انك تروح اتجوزت. ثلاثة، خلفت. أربعة، سبت دبي وسبت كندا ورجعت تاني. واحنا في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، ايه قرار لو انت رجعت تاني له، او ايه القرار اللي كلفك كتير او يعني كلفك وممكن مش عاوز اقول لك مال، بس حاسس انه كان اكبر قرار غلط؟ قرار السفر لكندا طبعا من البداية. يعني الزمن لو رجع بيك الزمن تاني 2022 وانا دلوقتي هنا وانا كنت مرتاح. لا يعني احنا 22 يعني لو رجع دلوقتي 22 انا شغال في دبي ومرتاح ومستقر وكل حاجه. 22 سافرت كندا 22. حلو. لو رجعنا 22 تاخد نفس القرار ولا ما هو المشكله ان انا ما كنتش، ان احنا ما كناش عارفين ايه كندا دي. فانت انت بتطالب، انت عامه انت جربت، بس لو جت الفرصه ان انا اروح تاني لا مش هروح. بس لو جت يعني انت رايح على بلد جديده، انت مش فاهم هتعمل ايه، مش فاهم الحياه ماشيه ازاي، مش فاهم، بس انت جربت. ما هو ده طبيعي، لان انت لما سبت القاهره تجربه حلوه. لما سبت اسكندريه في البدايه او سبت مصر في الاول، انت كنت جاي دبي وانت فعلا ما تعرفش حاجه. يعني اعتقد ان القرار واحد. هو بطريقه ما واحد، بل بالعكس انت قربت للحلم العربي اللي دايما الناس بتفكر فيه او الشباب بتفكر فيه، ان هو انت انا جاي من مصر، جاي من القاهره، جاي مش عارف منين، الحين ان انا اروح اوروبا، امريكا، اوروبا او استراليا او بريطانيا او ايا كان. فانت طلعت من القاهره او من اسكندريه رحت دبي. هو نفس القرار، بس انك لما بس انت لسه سبت دبي رحت كندا. دي بلد انت ما تعرفش فيها حد، جاي ما تعرفش فيها حد وما تعرفش حاجه عنها برضو، هي بس عن طريق الميديا. وكندا نفس الفكره، وما تعرفش حد وما تعرفش حاجه، بس الفكره ان انت كنت متجوز هنا كنت سنجل. ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق ان انت رايح على بلد عربيه، بيفرق كتير لما انت رايح على بلد مش عربيه، ورايح على بلد هتلاقي فيها اللي يساعدك، او هتلاقي فيها اللي يقف جنبك، او هتلاقي فيها معارف. انت قلت لي في كندا كان في اخ والمدام. ما هرجع اقول لك تاني ان كل واحد في حاله برضه. يعني كان في اخو، بس ما كان كل واحد في حاله. يعني مش العيله، او مش زي عندنا العادات والتقاليد بتاعتنا المصريه. بالظبط. يعني برضه بيختلفوا منهم. بالظبط. فانت لما انا جيت دبي، انت جاي على بلد عربيه، انت 3 ساعات بالطياره، انت في عرب كتير هتلاقيهم، في فرص كتير للعمل، وفي انك تكبر في شغلك كتير اكتر واسرع من اي بلد تانية. لا في اختلاف عشان الكومبيتيشن هنا الكومبيتيشن دبي بتكبر عالية. كل يوم بعد يوم، الزوار بيزيدوا يوم بعد يوم. بلد سياحيه عامه، لكن ما فيش حد بيروح كندا سياحه. بس خليني اسالك، يعني طب دلوقتي لو
بنتك يعني في يوم ما بنتك خلفت بنتك جت للارض بتاعتنا، ايه الاحساس اللي حسيته؟ حسيت بالمسؤوليه ولا حسيت انك بقيت اب؟ احساس يعني هو احساس جميل، هو احسن احساس حسيته في حياتي اول ما مسكت ايدي كده، اول ما جت، يعني احساس جميل، احساس يعني انا ما اقدرش اوصفه، بس اللي انا اقدر اقوله لك ان هو فرح على مسؤولية على حاجات حلوة كتير. ما كانش في حاجات وحشة خالص، بس كانت حاجات حلوة. هل عندك نفس الاحساس دلوقتي ولا هو اختلف؟ ما اتغيرش. هو والمسؤوليه، المسؤولية هي هل المسؤوليه دلوقتي اكبر ولا ساعه ما جت؟ لا، هي بتزيد اكيد. كل ما عمر إيلي بيكبر طبعا المسؤولية بتزيد. رحت كندا، رحت قطر، رحت الامارات واوكرانيا. واوكرانيا، ورجعت مصر، بعد كده رجعت تاني دبي دلوقتي. اه كل التنقلات دي ما جاتش هل يعني هل جه في دماغك مثلا بطريقه ما، او حسيت نعمه الاستقرار، او حسيت انك مستقر او عاوز تستقر، او كلمه الاستقرار دي مش موجوده معاك فانت بتحب التنقل يعني؟ لا، الاستقرار ده احسن حاجة في الحياة. احسن حاجة في الحياة، اي حد عامة انا بحب الاستقرار، بس برضو ما احبش الاستقرار بدون فايدة، او بدون انك تتعلم حاجة جديدة، او انك تكبر، لا او انا انك تطلع. بتكلم على نقطه الاستقرار كحياه اجتماعيه. مع حياة هل اجتماعية. بتؤمن بفكره الاستقرار، او لسه عاوز تتنقل لا، مش تروح عايز. الدوله دي وتروح الدوله دي وتروح؟ لا، يعني هل الطموح ده لسه موجود انك مثلا لو جالك بكره فرصه لاوروبا تروح اوروبا، او اروح. جالك فرصه امريكا تروح امريكا؟ لا، ما اروحش. ده السؤال اللي انا بتكلم فيه. اروح اوروبا بس ما اروحش بس ايه الفرق؟ امريكا. هي نفس الموضوع. التجارب حلوة. تجارب حلوة. انت لو هتجرب في نفس مجالك، او هتجرب انك تروح في مكان تاني جديد، دي حاجة كويسة ليك. وقصة الاستقرار برضو كويسة لو انت بتطور في حياتك. يعني اللي فهمت ان انت مش عاوز تستقر، لو جات لك فرصه اوروبا بكره مش هتقول لها لا. لا، مش هقول لا. بس في حين ان انت بتقول ان الاطفال مثلا مش عارف ما بيعلمهمش تعاليم دينيه، ما هتلاقيه في نفس الفكر الاوروبي. لا، المخدرات اوروبا لا. والمنتاليتي المفتوحه اي حد والمخدرات والشغل لا، اللي انت قلت ده لي عليه مفتوح قبل كده اكتر فالكلام ده في موجود امريكا، اوروبا برضه بنفس الفكرة. ده مفتوح لا، اكتر موجود في في امريكا أوروبا. بس مش بنفس درجة كندا وامريكا. واكتر صدق. لا، انا كنت في اوكرانيا. انا رحت زياده عن 7 دول اوروبيه، وفيهم نفس يعني مهمني ما عشتش العيشه او زياده عن شهر مثلا، فاللي هو اقدر احكم عليهم بالتفاصيل دي كلها. بس بقول لك ان في بعيد عن التجربه كمان. بص على الفلوجات، افتح برضو فلوجات بتاع الناس اللي بتسافر، تلاقي ان في كل حته. يعني احنا بس اللي عندنا عقده الخواجه مش اكتر. ده نفس الفكره اللي انا قلت لك عليها. يعني انت سايب كندا والغيلمان اللي فيه الشباب عندهم هوس بيه، ودلوقتي برضو بقول لك لو رحت اوروبا بس ما تقول لي روح، بس ما اعتقدش ان في فرق. يعني انا اروح، يعني تسالني انا ممكن انا اروح، ما عنديش مشكله. بس السؤال هل تحب تستقر تاني في اوروبا، ولا تستقر في بلدك او في الامارات؟ يعني اقصد في لا، عموم كلمه الاستقرار، هل بتؤمن بيها تاني ولا لا؟ اتمنى استقر في الامارات. الامارات. طب بما اننا بنتكلم على الامارات، محمد دلوقتي هل هو محمد اللي مشي من 3 سنين ولا 4 سنين؟ لا طبعا. ايه اللي اتغير؟ حاجات كتيرة. اتعلمنا حاجات كتير. اتعلمنا الصبر اكتر. وبعدين يعني ممكن تقعد وقت اكتر تصبر. اتعلمت مثلا انك ما تعتمدش على حد خالص، او سرك ده ما يطلعش لحد.
في حاجات كده لازم ما ينفعش انها تقولها الا لنفسك. اديني مثال. حاجات اللي هي حاجات خصوصيه ما ينفعش ان تقولها الا لنفسك، فاهم يعني؟ حاجات يعني حاجات تقول مثلا لي كده اكيد بناء على غلطه غلطتها. مش لا مش غلطات، تتعلم ما هو غلطه. من الناس اللي بتشوفها، من الحواديت اللي بتسمعها، من الحكايات كمثال عشان نوضح. يعني الحاجات اللي مثلا العائليه الخصوصيه قوي ديت ما ينفعش انها تتقال لاي حد، فاهم يعني؟ حتى انا كنت بحكي لك على حاجات كتير، بس في حاجات في ديتيلز كتير ما كانش في حد يعرف عنها حاجه الا انا. هو ده الطبيعي يعني. دايما بيقولوا في مقولة دايما بيتقال او انا مؤمن بيها بطريقة ما، ان السر هو ما بقاش سر بمجرد انه يخرج من بقك. بالظبط. لان لكل عزيز، بمعنى اني انا عندي سر معين عاوز اقوله، هقوله لمحمد عشان محمد ده عزيز عليا وصاحبي قوي. بالظبط. بس محمد عنده عزيز برضه، فهيجي يقول له نفس الفكره لحد ما تلاقي الموضوع ان السر اللي عندي ده بقى الكل عارف بيه، لكن الكل بيمثل انه ما يعرفش حاجه، فهي ما بقتش سر. بالظبط. فانا دي حاجه انا مؤمن بيها بصراحه. حلو. لو قدامك شخص مصري دلوقتي طالع من اسكندريه، من اسكندريه ايا كان شخص، وعنده الهوس الكندي الغربي اللي كان عندك في البدايه، بيقول لك انا عايز اسافر بكره او انا بفكر اني اسافر كندا، تقول له ايه؟ بيفكر ولا خلاص مسافر؟ هو بيفكر وعاوز، هو يتمنى، هو بيحلم، هو بيسعى، هو بيتحرك وعنده بص، فكره. هو على حسب حاجات كتيرة. هقول له انت طيب عايز تسافر ليه مثلا؟ يعني هل هو مثلا قول له مش بصدق. انا مستقر؟ بسالك بصدق. ما ايوه، ما هقول له انت عايز تسافر ليه؟ انت بتفكر في السفر ليه؟ ممكن يكون هو قاعد مستقر وشغال شغلانه كويسه وبيقبض مرتب كويس وبوزيشن كويس ومش محتاج اي حاجه ومش محتاج اصلا انه يسافر، فهنصحه اكيد ما تجازفش، يعني دي هتكون مجازفه. غير لو واحد اوريدي سنجل بقى وخلاص مش جايه معاه سكه، فهقول له جرب بس ما انصحكش. ايوه يعني يعني جرب. ما هو كل واحد برضو، يعني انا جيت نصحتك حاجه انت هتسمع بنصيحتي؟ لا، هو انا موافقك. انت كده هتعمل اللي انت عايزه او هتعمل اللي انت مرتاح له، صح؟ بس انا اللي عليا انصحك، يعني انا هنصحه ان هو ما يجازفش، ان هو هقول له مثلا 1 2 3 وحش وفي حاجات 1 2 3 حلوه، وهو ودماغه. طب هل انت شايف ان كندا مناسبة لإيه؟ لعوامل إيه؟ عوامل إن في فرد عاوز يطلع يستقر، عاوز يدور على باسبور أفضل عشان يقدر يسافر العالم كله من غير فيزا، ده إن هو ده الهوس اللي عندنا. مناسبة لأن في وظيفة معينة مناسبة، الجو مناسب. لا، الجو مش مناسب، الوظيفة مش مناسبة، التعليم، الصحة، الخدمات يعني مناسبة ولا مش مناسبة؟ ما هو دي التجربة. هي الحاجة الوحيدة المناسبة هي الورق في كندا. حلو. البني ادم ده لو قاعد قدامك تاني، انا عاوز اسافر، انا هموت واسافر كندا، نفسي اسافر كندا عشان كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. ماشي. تقول لي كورق حلو، لازم تروح هناك بس استحمل. التاني الورق هيعمل ايه؟ لو انت معاك باسبور كندي بس مش معاك فلوس، هتسافر ازاي؟ ايوه اكيد. لا انا بكلمك انت لو انت بتدور على الباسبور الكندي، لو انت بتدور عايز تسافر كندا ليه؟ انت عايز تسافر كندا تستقر تشتغل. ده ياخدك لسؤال تاني. ده ياخدك لسؤال تاني. انت بتدور على انت بتروح كندا عايز مثلا ورق، عايز باسبور، عايز جنسية وتمشي، ولا عايز مثلا تروح تتجوز هناك وتقعد؟ ما في حاجات كتير. ده ياخدك لسؤال تاني اكتر. هو الناس ليه بتسيب بلدها وتروح بلد تانية؟
ليه؟ عشان حاسس مثلا ان هو قيمته مش حاسس بيها في بلده. بالظبط. لو تعب ما بيروح المستشفى ما بياخدش الخدمه اللي هو متوقعها، لو التعليم ما بياخدش فيه اللي محتاج يدفع فيه، الشغل مش متوفر، الحياه الاجتماعيه عامه ما فيش مكان يعيش فيه كويس، او المستوى اللي هو عايش فيه هو مش راضي بيه، فبيدور للافضل. يعني دي دوافع الناس بتدور عليها. من ناحيه الباسبور والاوراق والكلام ده حلو. ما انت ما خليني تاني هرجع لك تاني لنفس النقطه. انت خلينا نقول ان انت اخدت الباسبور لكن رحت كندا مفيش شغل، زي ما انت بتقول لي مفيش شغل كتير، او اللي جاي على قد اللي رايح مثلا. طب ما انت عشان تسافر مثلا تروح حبيت تروح امريكا اللي هي البلد المجاوره ليها، تقدم على اقامه لازم محتاج تدفع فلوس لتذكره الطيران، فاهم؟ طب ما انت مش معاك حق تذكره الطيران مش هتعرف تسافر حتى لو معاك باسبور يدخلك العالم. بالظبط. فاهمني؟ صح. اعتقد ان فكره السفر نفسها هو احنا هي كتجربه عشان تقدر تروح وتدور او ترتقي بمستوى معيشتك. هو محتاج انك تدرس الاول، تدرس المكان اللي انت رايحه في البدايه، تشوف برضو. ايه السلبيات قبل الايجابيات، لان الايجابيات بالزبط. موجوده في كل حته. هو الماركتنج عامه لا السلبيات برضو موجوده في كل حته. مظبوط، بس في سلبيه انا اقبلها، في سلبيه انا ما اقبلهاش. بالظبط. في سلبيه انا اقدر اتعايش معاها، في سلبيه ثانيه انا ما اقدرش اتعايش معاها. صح. ده اللي كان قدامي فعلا في كندا. كان في سلبيات ما اقدرش ان انا ارضى بيها، فاهم؟ او ما اقدرش ان انا انساها. انت دلوقتي هنا في الامارات مع وعيلتك فين؟ انا في مصر. عيلتك اقصد بنتك ومراتك؟ في اوكرانيا. في اوكرانيا. ما احنا مشينا بقى من كندا، نزلتهم على اوكرانيا لان طبعا مش هينفع ان انا اجي هنا قبل ما استقر وقبل ما ادور على شغل وقبل مش عارف ايه والكلام دوت. هيتوهوا معايا. هم راحوا اوكرانيا لحد لما الدنيا تتظبط وبعد كده بيجوا تاني. حلو. في اخر الفيديو ده تحب تقول ايه للشباب بالذات؟ انا بحب اقولها في عقدة الخواجة. ازاي تقدر تفك عقدة الخواجة اللي عندنا بعد تجربتك، بعد انك شفت ان في سلبيات في كل حتة، بعد ما انك شفت ان احنا عندنا في مصر ممكن فعلا حرفيا بيقولوا ما فيش حد بينام من غير عشاء. انت ممكن في كندا لو انت ما عندكش فلوس، بما انك بتقول ان مفيش حد يعرف حد او محدش بيساعد حد، لا مفيش. لو في واحد نايم في الشارع محدش هيقول له انت بتعمل ايه. حلو. عقدة الخواجة بتمثلك ايه في نهاية الفيديو؟ بص، هو انت لازم تسعى وتجرب. هل اصلا كان عندك عقدة الخواجة دي ولا هي لا بصراحة ما عندكش؟ لا يعني ما فكرتش فيها خالص صراحة. بس اللي هو انت لازم تسعى وتجرب، لازم تبني على نفسك، لازم تتعلم حاجات كتير، لازم تزود من دخلك، لازم تطور نفسك، لازم تتعلم اكتر، لازم تاخد لغات اكتر، كورسات اكتر. كل ده في الاخر هيساعدك في اي بلد انت رايح. في حاجة معينة تحب تقولها للشباب في نهاية الفيديو كده؟ ما تجازفش تروح كندا، او عامة ما تجازفش لو انت معاك عيال، لو انت معاك اطفال، لو انت متجوز، لو انت مستقر في حياتك. من احسن ان انت تجرب، بس جرب يعني بلاش مثلا بلد تكون بلد غير اسلامية. خلصنا الفيديو ده كان شويه طويل، معاه شويه اسئله بس عشان نغطي شويه من تجربه محمد. كل واحد عنده طريقه، كل واحد عنده خبرته، كل واحد عنده تجربته، كل واحد عنده قصته. الشاطر اللي يتعلم من اخطائه ويتفاداها، لكن الذكي اللي يتعلم من اخطاء الاخرين. احنا شفنا محمد وقصه محمد، وخلينا دايما كلنا نتعلم من بعض. يومكم زي الفل.